انا كده يا جماعه معايا 7 مشاوير على اوبر ب 520 جنيه، ومعايا ريكويست على اندرايفر وريكويست على ديدي، كل واحد فيهم ب 50 جنيه. ادي 100 و520 كده معايا 620. عامل كام كيلو لحد دلوقتي؟ عامل 68 كيلو. طيب 620 على ال 68 كيلو اللي انا مشيتهم، يعني لحد دلوقتي الكيلو واقف معايا ب 9 جنيه. فولا خسرانين ولا كسبانين. الخميس 25/9 يوم جديد وفلوج جديد لينا في الشارع. بنقل لك تجربه حصريه من قلب الشارع، بنقل لك كل حاجه بتحصل في الشارع، بقول لك كل حاجه بالحقيقه، لان ده مش فيديو، ده فلوج. فلو انت مهتم بمجال النقل الذكي ومهتم ايه اللي بيحصل في اليوم بتاع النقل الذكي، ومهتم اذا كنت تعرف مجال النقل الذكي ده بيكسب ولا ما بيكسبش، فلازم تتابعني. ازاي انت مش متابعني لحد دلوقتي؟ هتخبط لايك وهتخبط اشتراك وتنزل تقدم لك كل ما هو جديد باذن الله. بسم الله، يوم جديد فلنبدا الفلوج. كل اللي انا محتاجه منك انك تدعي لاخواتك، تذكر الله، تصلي على النبي، تكتب لي كومنت تشجعني بيه اللي انا استمر. اليوم النهارده يوم هيبقى باذن الله يوم مميز، يوم فيه حاجات كتيره قوي هكلمك فيها، هقول لك على حاجات كتيره قوي، فتابعني عشان اثناء الرحلات هبتدي اتكلم معاك في حاجات مهمه جدا تخص التشغيل في النقل الذكي. بسم الله. والريكوست معانا 4 كيلو 69 جنيه او 68 جنيه على ما اتذكر، رايح هنا الجيزه. خلينا بس ايه يعني نستفتح، ما نقعدش ندقق. يعني انا في الوقت دوت او في وقت المدارس انا نازل الساعه 2، فمش هينفع ان انا ده اقول انا عايز اروح التجمع او المعادي. خلينا ناخد حاجه حاجه كده لحد ما نوصل للهدف او المراد بتاعنا. طيب اول نقطه عايز اكلمك فيها، اللي الناس اللي المفروض اللي هي متابعاني وبتتفرج عليا، المفروض الناس دي فاهمه اصلا اللي انا في الفلوجات بتاعتي، واقسم بالله ما بحط ميوزك. انا كان في مقطع كنت مصوره حصل فيه عطل، تمام؟ يلا يا باشا، يلا حصل فيه عطل، فاضطريت ان انا احط فيه جزء من الموسيقى. فبعد ما حطيت جزء من الموسيقى وبعد ما عملت اكسبورت للفيديو، اكتشفت ان الموسيقى نزلت كمان في اول الفيديو بعد ما عملت اكسبورت. فعشان ارجع واشيل الموسيقى دي لازم ارجع اعيد مونتاج، وانا بقالي ساعه ونص بمنتج، فالصراحه تعبت. فقلت لا اكيد يعني انا مش هعمل مونتاج تاني اقعد ساعه ونص امنتج تاني. فلما لقيت الفيديو الموسيقى فيه في اول 3 4 دقايق، وبعد كده في اخر مقطع في الفيديو، قلت خلاص ايه مش مهم. فالمفروض الناس تفهم ان انا ما بنزلش، انا بشغل قران. بص سامع؟ انا اول ما بنزل كده بشغل قران ساعتين 3، وفي اخر اليوم بتلاقيني غيرت من على قناه القران، فاهم؟ فاللي هو مش انا اللي بنزل، انا ما بنزلش موسيقى حبيب قلبي. فالناس سابت الفلوج وكل حاجه في الفلوج، بدل ما تخش تقول لي شكرا والله ينور، الموسيقى وحشه قوي، الموسيقى عاليه قوي، الموسيقى مش عارف ايه. يا جدعان هو احنا ليه يا جدعان بندور على اي حاجه عشان نطلع فيها الوحاشه وبنطلع فيها السوء؟ احنا ليه بجد والله العظيم ليه؟ دي نقطه عتاب والله مني ليكوا. ليه يعني؟ طب يا جماعه دلوقتي انا في البحر الاعظم. انا قلت لك الفلوج النهارده هيبقى حلو قوي، هكلمك في حاجات كتيره قوي، فما تفوتش فيه ولا ثانيه، والله العظيم ما تفوت فيه حرفيا ولا ثانيه. هقول لك حاجه، كومنت انتقاد من شخص بيتكلم فيه على اخر فلوج انا نزلته. هو اخر فلوج انا نزلته انا ما رحتش كايرو فيستيفال خالص، ما رحتش التجمع. فهو بيقول لي انت لازق ليه في كايرو فيستيفال؟ انا مش فاهمك. ف صباح الفل، الطاسه متعمره جميله، انا ما رحتش تجمع خالص ولا رحت كايرو فيستيفال. فانت داخل تهبد من باب الهبد، ما فيش مشكله. هو نفس الشخص بيقول لي انت ممكن تفتح الخريطه وتشوف وقت الذروه فين وتروح وراها. كلام جميل. انا دلوقتي فاتح ايه؟ اوبر اهو. فين وقت الذروه؟ انا في البحر. لا انت متخيل يا جدع انا في البحر الاعظم، ماشي؟ تعالى حبيبي، فين وانت؟ كلها بيضه اهي، يعني مش عارف باينه ولا ايه، كلها بيضه اهي. بص كلها. ده ايه ده؟ ده 8 كيلو ب 68 جنيه بس في قصر النيل. يعني لو نزلت دلوقتي مش ماشي. بيضه اهي، بص بيضه اهي، والله العظيم بيضه اهي، حتت صفرة صغيره قوي والله. اهي الخريطه اللي انت بتقول لي افتحها اهي اهي. فين الحته الصفرة دي؟ فين؟ تعال. ده في العبور. لا حلو، انا همشي من هنا للعبور عشان اروح لمنطقه الذروه. لا انت تمام،
البتاع تمام، لو انت تمام انا تمام. هرجع لك تاني. يا جماعه الريكوست التاني في اوبر 15 كيلو رايح الزهراء 120 جنيه. يعني الى حد ما المتاح حاليا. خليني اقول لك حاجه حلوه بقى كده، تالت نقطه عايز اكلمك فيها. ان ديدي عامل حاجه حلوه قوي امبارح والنهارده. بص بنتكلم على كل البرامج اهو. عامل لك 0% عموله، يعني امبارح والنهارده، وبعت لك كمان رساله على التليفون، رساله شخصيه يا جماعه. اللي امبارح والنهارده 0 عموله، فانت عايز ايه تاني؟ ما تنزل اشتغل. يعني ديدي بيقول لك انزل اشتغل، فلما انت قاعد تولول كده في البيت ومفيش شغل، ما انزل اشتغل بقى. ما هو ديدي بيقول لك اهو 0 عموله. بس خلي بالك عشان في نفس الخبر هديك حاجه صادمه جدا. ده انت غريب يا كابتن عمرو، تعالى تعالى. ده انت غريب يا كابتن عمرو. في نفس الوقت اللي ديدي عامل لك فيه 0% عموله، ديدي بيقول لك انا عامل لك 0% عموله بس هديك الكيلو ب 4 جنيه. بص العميل باعت لي بيقول لي عندك انستا او فودافون كاش. يعني طب ما تحط فيزا يا عم. مش يعني انت لو حطيت فيزا انا مش هتضايق على فكره، حط فيزا يا عم. ايه عندك انستا ولا فودافون كاش؟ يا عم عندي يا عم ماشي. المهم بيقول لك انا هديك الكيلو ب 4 جنيه وغصب عنك هتقبل المشوار وهتبقى فرحان وطاير من الفرحه عشان هي 0 عموله. يا كابتن يا كفتاجي، بوظتوا الشغلانه حرام عليكم. وعزه وجلاله الله اكتر برنامج بيرن وعليه رحلات هو ديدي، ما بكدبش عليك. حرفيا هو ديدي اللي فيه شغل الايام اللي فاتت المريحه، ديدي هو اللي شغال عشان الكيلو ب 4 جنيه يا كابتن. اتقي الله في نفسك واتقي الله فينا بقى شويه. هنزل لك كام ريكوست كده في ديدي واحسبه انت، هتلاقي الكيلو ب 4 جنيه وب 4 جنيه و30 قرش و4 جنيه و60 قرش. ما حصلتش سعر الكيلو للتاكس، بتروح للعميل لحد عنده ناقص تطلع تجيبه من على السرير وبتاخد الكيلو ب 4 جنيه. انا بس محتاج اعرف منك، بس انت بتحط لها ايه؟ العربيه، انا قصدي العربيه، بتحط العربيه ايه؟ ميه ولو بتحط لها يا عم بنزين مخفض، يعني بتحطه منين البنزين ده صح؟ بجد والله قول لي انت بتحط البنزين ده منين؟ ما انا هروح احط زيك يا عم واشتغل زيك الكيلو ب 4 جنيه. بجد حسبي الله ونعم الوكيل، مش هقول اكتر من كده. في شغل في ديدي، في شغل في ديدي، بس الكيلو ب 4 جنيه. 4 جنيه دي تقريبا كنت انتوا بتولولوا بيها من سنتين. ايه الاسعار دي ومش ايه الاسعار دي؟ دلوقتي الرحلات بترن يا باشا وبتتخطف، الرحله ما بتكملش 3 ثواني وبتتخطف. ربنا يبارك لكم وخلي بالك حته على طرف المعلقه، البنزين هيغلى الشهر، في بدايه الشهر الجاي البنزين هيغلى. يعني نقول بقى يغلى 2 جنيه يوصل له مثلا 19 وربع 19 ونص، عشان ساعتها برضه كانت تشتغل الكيلو ب 4 جنيه ورجلك فوق رقبتك. ها بس ما ترجعش تعيط وترجع تولول. ماشي يا حبيبي، ما ترجعش بقى تعيط. هرجع لك في الريكوست اللي بعد كده. الريكوست التالت في اوبر 17 كيلو ب 109، يعني من المعادي رايح فين؟ رايح القطامية. فماشي ماشي الدنيا، ماشي الدنيا لحد ما الدنيا تمشي باذن الله. النقطة الرابعة اللي عايز اكلمك فيها بقى حبيب قلبي ايه؟ النقطة الرابعة اللي عايز اكلمك فيها، عايزني اتعامل معاك برجولة وانقل لك كل ما يحدث اثناء اليوم واقول لك الحقيقة، ولا عايزني اتعامل معاك بنفاق وكذب واطلع امدح واقول لك الدنيا تمام والدنيا شغالة والدنيا جميلة والسما بتنزل دولارات والابلكيشنات حلوة وبتديك الكيلو بسعر 15 جنيه للكيلو؟ هيفرق معايا جدا ردك في الكومنت على السؤال دوت. يعني انت عايزني اتعامل معاك ازاي؟ لان انا شايف ناس بصراحه بتنتقدني بتقول لي لا ده في شغل. طب يا عم احنا نتمنى اللي هو يبقى في شغل. هو انا يعني انت متخيل ان انا مش عايز يبقى في شغل؟ بالعكس، ما انا بنزل ليه؟ ما انا بنزل عشان اجيب الجنيه. فانا اتمنى اللي يبقى في شغل والله، بس فعلا لما تبقى الدنيا نايمه بقول لك الدنيا نايمه. لكن لو عايزني اتعامل معاك بنفاق ووش تاني واقول لك الدنيا حلوه والدنيا جميله والكيلوهات حلوه، ما عنديش اي مشكله، قول لي وانا اتعامل معاك كده بالطريقه دي. طبعا يا جماعه ريكوست في اندرايفر 4 كيلو، هو كان حاطط مش عارف 46 جنيه، انا اديته 60 جنيه ووافق. يعني ما بيني وما بين العميل هنا، هو هنا عند الجامعه 4 كيلو ب 60 جنيه هيجي انا شاحن المحفظه، فانا اخد ال 60 جنيه انا اولى بيهم. فاهمني؟ مشكلتي في برامج التفاوض اللي انا ما بعرفش اقبل اول ما العميل يديني التسعيره، ما بعرفش اقبلها، لازم ازود على العميل. عكس الناس الرجاله الحلوه اللي اول ما الريكوست بينلها
يلا يا باشا اضرب، فاهم؟ فانا ما عنديش الكلام ده. هو واقف فين بقى؟ هو عند الجامعه، واقف جوه الجامعه ولا ايه؟ مش فاهم. هو حاطط اللوكيشن جوه الجامعه، طبعا ما فيش دخول الجامعه اصلا يعني. المهم ما علينا، احنا هنقف هنا كده نستنى. طب يا جماعه انا خدت دلوقتي ريكويست في ديدي، تمام؟ 4 كيلو ب 50 جنيه، تمام؟ اهو العميل اهو في ديدي. سلام ورحمه الله وبركاته. على اللوكيشن ان شاء الله. تعالى بقى اقول لك بقى الزيتونه، شيل دي بقى كده. تعالى بقى اقول لك بقى الزيتونه، واقول لك ليه ديدي حاليا اكتر برنامج عليه شغل. بدون تزويق للكلام، ديدي اكتر برنامج عليه شغل في التجمع الخامس، وديدي هو اللي شغال. تعالى. طيب فكرت نفسك ليه؟ حد طلع قال لك ليه اللي ديدي عليه شغل واوبر نايم؟ لا. طيب انا هقول لك الزيتونه. ديدي يا باشا، العميل بيروح لديدي ليه؟ هقول لك العميل بيروح لديدي ليه؟ لان ديدي عامله عرضين 11 مشوار، 11 قسيمه و7 قسايم، تمام؟ في ال 11 قسيمه بيقول لك انت هتوفر 198 جنيه على كل، يعني في توتال المشاوير في ال 11 مشوار هتوفر 200 جنيه، وفي السبع مشاوير هتوفر 126 جنيه، تمام؟ يعني منزل لك كده عرضين. دي الزيتونه بقى عشان ديدي دلوقتي اللي شغال بالاسعار دي، بالكيلو 4 جنيه. فالعميل بيروح لديدي ليه؟ لان الشركه بتكسب العميل. تعالى يا باشا انا عامله لك قسايم يا باشا. يعني مثلا القسيمه الاولى بيقول لك ادفع 65 جنيه، ادفع 65 جنيه وهتاخد 20% على كل مشوار. القسيمه الثانيه يا باشا بيقول لك ادفع 45 جنيه. بص انا بلخص لك، بجيب لك الزيتونه، محدش هيقول لك عليها، ماشي؟ يبقى عامل لك هنا عرضين. غير بقى بيقول لك، شيل بس عشان مش شايف، بيقول لك بقى ايه؟ ليك كمان 4 خصومات 50% لما تبعت الكود لاصحابك. يعني كل ما تبعت الكود لاصحابك تاخد خصومات 50%، ماشي؟ وفي بقى خصومات تانية مستنياك، خصومات يوميه. تعال اخش لك برضك عليها اهي، عروض ترويجيه. ما عنديش، بس اكيد عملاء اللي بتطلب هتلاقي. واستمتع برحلات امنه مع ديدي، فاهم؟ فعرفت الزيتونه فين؟ عرفت ليه ديدي عليه شغل؟ انا جبت لك الزيتونه. هي دي الزيتونه اللي لو رحت اي مكان هتلاقي ديدي شغال. ديدي جايب رجل العميل، فاهم؟ لما خلي العميل يدفع 65 جنيه وياخد في توتال ال 11 مشوار خصم 200 جنيه، يبقى العميل هو الكسبان. افهم يا شقيان في الشارع، افهم البرامج واخداك على فين. انا جبت لك الزيتونه بتاعت ديدي، فاشكرني بقى باللايك يا جماعه. اقسم بالله اللايك ببلاش، مش بيقطع من جلدك. يعني انا لما الاقي 600 واحد متفرج على الفيديو، ماشي، و30 واحد عاملين لايك، طب يا حبيبي انت كده كده اتفرجت ولا هي نفسنا من جواكوا؟ يعني انا مش فاهم. يعني هي نفسنا؟ هو اللايك ده انت امال بقى لو قلت لك اعمل لي شكرا اللي هي ام 20 جنيه دي؟ بجد والله لو قلت لك في شكرا، في كده علامه شكرا، انا عمري قلت لك الكلام ده؟ عمري ما قلته لك، مع انها متفعله من بدري قوي. بس انا مش محتاج منك فلوس، انا محتاج منك التقدير، محتاج منك اللايك ابو بلاش، مش محتاج منك شكرا ام 20 جنيه دي، ممكن تعملها عادي. فمن فضلك عفوا، والله العظيم اللايك ببلاش. ما تبقاش بخيل، ما تبقاش شحيح، ما تبقاش رخم قوي كده يعني بصراحه. يعني بتتفرج انت كده كده بتتفرج، ما تخبط اللايك. ما تقنعنيش ان الفلوج مش عاجبك، عشان الفلوج لو مش عاجبك مش هتقعد تكمله للاخر. لان انا بيجي لي احصائيه الساعات، ال 600 دول كام ساعه في ال 600 مين يتفرج، فانا بيجي لي الاحصائيه. فانت كده كده بتتفرج، فما تبقاش يعني انزوح قوي في نفسك كده مش عايز تدوس اللايك. يا جماعه ريكوست في اوبر يعني بالمسافه اللي انا همشيها للعميل، ريكوست كله 2 كيلو ونص بحاجه و40 جنيه، مش عارف 45 جنيه. ده ريكوست الرابع في اوبر تقريبا. تمام. طيب
النقطة اللي أنا برضك عايز أكلمك فيها، أنا مش عايزك تفوت ولا ثانية، والله العظيم الفلوج ده نور، والله العظيم الفلوج ده فيه حاجات مهمة أوي. فاكر الفلوج اللي أنا عملته لك في شهر 9 اللي هو كان 3 أيام عشان أجيب سنتر للعربية، لأن أنا كان عندي السنتر بايظ، رحت الراجل قال لي لا انزل توفيقية، العميل كنسل المشوار. بص بعد ما مشيت العميل كنسل المشوار، بس عادي ما علينا، الحمد لله هلف واقف تاني مفيش أي مشكلة. فاكر الفلوج ده لما قلت أجيب سنتر؟ المهم في يعني أستاذ مصطفى ده صديق معايا، يعني هو راجل كبير ذو قامه وقيمه، يعني كل الاحترام والتقدير ليه. الراجل نصحني قال لي ما تشتريش سنتر جديد، لان كل السناتر اللي موجوده في السوق صيني ومضروبه، وانا السنتر بتاعي وولف يعني ماركه حلوه. قال لي حاول تصلحه، شوف اي حد وحاول تصلحه. المهم انا حطيت فعلا الكلام في دماغي وكده، وقلت ايه هصلحه ومش عارف ايه. من ضمن برضك الحاجات اللي انت لازم تبقى عامل حسابها الصيانات المفاجاه. الصيانات المفاجاه يعني مثلا امبارح صرف 1000 جنيه صيانه، وانت خلي بالك برضك من الحاجات دي، تمام. المهم فعلا رحت، كان عندي الازاز دوت ورا ما كانش ولا بينزل ولا بيطلع، المجموعه نفسها الزرار بتاعها كان مكسور، فحته البلاستيكه زنقه على الزرار، فمديه امر الازاز اللي هو يفضل نازل على طول ورا. المهم الموتور كان هيتحرق اصلا، بس الحمد لله اللي انا لحقت الموتور، كنت اخش في قصه كبيره. رحت الراجل بتاع الازاز عمله لي، شال حته البلاستيكه من هنا وزيت لي الباب، خد 200 جنيه. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل فيك بصراحه، يعني انت غالي جدا. انا حتى قلت له على فكره انت غالي جدا، غالي جدا. بعد كده كنت بودي مشوار الحي العاشر، فكنت عند الورش، فلقيت ناس بتوع صيانات سنتر مش عارف ايه، دخلت قلت له والله انا عندي 1 2 3 هيتصلح. قال لي بس ده عايز الضفيره. طلع بقى العيب مش في الجهاز، طلع العيب في الضفيره نفسها. طيب وشيك، قال لي القربه دي ايه ضعيفه مش هتقوم معاك الجهاز، فانت كده عايز قربه وعايز ضفيره. طب يا عم بكام؟ ده وده بالمصنعيه ب 750 جنيه بالعافيه، والله العظيم بالعافيه. فالحمد لله ركبنا الضفيره وركبنا القربه وعملنا الازاز، دفعنا امبارح 1000 جنيه صيانه. فطبعا شكرا للاستاذ مصطفى اللي هو قال لي برضك على المعلومه دي. هي دي بقى الحاجات الحلوه اللي انت ممكن اخد بيها من الناس، اللي انت تنصحني بحاجه مفيده، لكن تخش تقعد تزرط عليا في الكومنتات مش حلو، ما بحبهاش بصراحه. فالتحيه من هنا للاستاذ مصطفى. طبعا الحمد لله انا عملت السنتر والسنتر اشتغل. ريكوست الكام؟ الخامس في اوبر. ريكوست الخامس في اوبر 5 كيلو ب 50 جنيه، ده المتاح حاليا. حلو، 5 كيلو ب 50 جنيه، يعني الكيلو ب 10 جنيه بقى حلو. مش هقول لك وحش، مش هقول لك احسن حاجه حلو الحمد لله، ده المتاح. 5 كيلو 50 جنيه. النهارده الخميس يا جماعه، ما تنسانيش باللايك بالله عليك، لا تنساني باللايك اخي العزيز. ليه بقى؟ اقول لك انا بطلب منك اللايك ليه يا صاحبي؟ اللايك ده بيفرق في انتشار الفيديو، بيخلي الفيديو اطول فتره ممكنه على صفحه اليوتيوب، اليوتيوب بيرشحه لحد بعدك. فاللايك دوت بيفرق في كده، عشان كده تلاقيني كل شويه ايه بقول لك لحد ما انت تتعود بقى، لحد ما انت بتبتدي تتفرج عليا وتتابعني انت هتتعود بعد كده، اول ما تشوفني تخبط اللايك عشان الفيديو ينتشر، الفلوج ينتشر. والله العظيم انا معيشك يوم جميل. واسعف التجمع، بص التجمع خلاص، انت بقى اقعدي بطلي زني بقى. التجمع وحلاوه التجمع، عايز تاني شجر وورد وميه والدنيا حلوه، يعني انا معيشك اجواء جميله. اجيب لك قهوه طيب على حسابي، يعني اجيب لك قهوه طبعا على حسابي عشان تعمل لي اللايك. طبعا يا جماعه انا خدت ريكوست بعد ما نزلت ريكوست الكيلو، خدت ريكوست تاني من كايرو فيستيفال التجمع الاول هنا. بس هو انا للاسف يعني انا كنت بلعب في التليفون وانا داخل على على البوابه فقابلته. هو كان 10 كيلو ب 72 جنيه، يعني الكيلو واقف تقريبا ب 7 جنيه.
يعني انا اتسرع، يعني انا دوست بالغلط، بس انا ما كنتش يعني قبل لما وصلت عند البوابه كان العميل واقف اصلا، ما كنسل، ما لحقتش اكنسل. المهم ما علينا، يعني وصلت وخلاص وجيت الحمد لله. مش هقول لك بكام، هو كان بكام؟ ب 76 جنيه، معلش 10 كيلو ب 76 جنيه. المهم ما علينا، يعني وصلت وخلاص. ده كان الريكوست السادس. هقول لك الريكوست كام. كان الريكوست السابع في اوبر. تمام طيب، انا كده يا جماعه معايا 7 مشاوير على اوبر ب 520 جنيه، ومعايا ريكوست على اندرايفر وريكوست على ديدي، كل واحد فيهم ب 50 جنيه، ادي 100 و520 كده معايا 620. عامل كام كيلو لحد دلوقتي؟ عامل 68 كيلو. طيب 620 على ال 68 كيلو اللي انا مشيتهم، يعني لحد دلوقتي الكيلو واقف معايا ب 9 جنيه. فولا خسرانين ولا كسبانين. يعني قعدت مشوار على ديدي دلوقتي، رايح هنا تقريبا 3 كيلو عند البنزيمه اللي فيها كافيهات دي. العميل كان حاطط تقريبا 36 جنيه ولا مش عارف 38 جنيه ولا مش متذكر. المهم انا اديته 50 جنيه فوافق. كده كده 50 جنيه صافي، ما هو العموله 0%، افهم بقى. فما تعودش نفسك ان العميل، انا المفروض هو كده انا وصلت يعني، ان العميل يديك تسعيره وانت توافق عليها. اول ما يديك 36 تفرح، الله ده صافي. لا ده صافي، ده زيت، اسمه زيت صافي ده. عود نفسك على كده يا باشا. ادي العميل، والله قبل ما قبلش والله العظيم انا عمال اقول لك على حاجه، اقسم بالله وعزه وجلاله الله، انا امبارح كنت بزود على العميل في اندرايفر وديدي 4 جنيه في كل مشوار، لان الدنيا كانت مريحه امبارح. 4 جنيه والله العظيم كانوا بيرفضوا. انت متخيل؟ كانوا بيرفضوا 4 جنيه زياده على المشوار، كانوا بيرفضوا. فانا كده كده معود نفسي بزود على العميل، ما قبلش في داهيه. فيا جماعه الريكوست الثامن في اوبر رايح محور محمد نجيب، 7 كيلو تقريبا ولا مش عارف بكام، مش عارف 7 كيلو بحاجه و50 ولا مش متذكر بقى. كده كده بنزل لك سكرين شوت، بس هو بحاجه و50. كام بقى و50؟ 52 57. مش ما ركزتش بصراحه، يعني مش فاكر بالظبط كام بصراحه. تمام. المشوار التاني على اندرايفر كيلو، هو رايح كيلو. اتمنى اللي ما يطلعش اللوكيشن غلط يعني، اتمنى ذلك، عشان عارف بتوع اندرايفر يعني، اصل انا حافظ بتوع اندرايفر. المهم مش هطول عليك، كيلو ب 50 جنيه في اندرايفر. يا بلاش والله، يا بلاش يا اندرايفر، على الله بس اوصل بس وما يطلعش ايه سيكي ميكي ويطلع الاوردر غلط. خليكم معايا وارجع لكم تاني. انا قلت لك ايه، انا مش بتاع بطاطا، انا واخد الريكوست وجاي وعارف ومتاكد اللي اللوكيشن غلط، لان العميل رايح مكان غلط. بعد ما وصلت بيكلمني بيقول لي انت فين؟ قلت له واقف على اللوكيشن اللي انت حاطه عند اسواق مكه. قال لي انا مش عند اسواق مكه، انت كده واقف غلط. قلت له هو انا اللي حاطط اللوكيشن؟ انت اللي حاطط اللوكيشن. قال لي لا خلاص انا هلغي. قلت له الغي يا حبيبي مع السلامه. هي دي العملاء بتاعت اندرايفر، ما جبتش حاجه انا من عندي. طب يا جماعه انا جوعت بصراحه وفرهدت، فنزلت انا من هناك من التجمع الاول رايح التجمع الثالث. المسافه سكت بالظبط 15 ل 17 كيلو فاضي، مش فارق معايا خالص. المهم ان انا اروح على حالي عشان اعرف اكمل الساعتين الجايين. بالنسبه للريكوست بتاع اندرايفر، العميل قال لي لا خلاص انا هكنسل. العميل لحد دلوقتي هذا ما كنسلش، هو فاكر ان هو بيقدرني، هو فاكر لما يفضل كده معلق انا هزهق واكنسل. انا كده الفلوس اتخصمت مني، فانت بقى بروح امك خليك متعلق، خليك انت متقدر. انا كده بالنسبه لي لو الريكوست فضل متعلق سنه كده ما اشتغلش اندرايفر، فخليك بقى متعلق، وانا كده مش فارق معايا. بس يا جماعه انا الحمد لله كلت ونزلت اهو. خدت ريكوست على اوبر مش عارف 3 كيلو ونص ب 52 جنيه تقريبا. حلو الحمد لله يعني. لا النهارده في حركه يعني لحد ما، طبعا انا قايل لك الكلام ده من بدري، في حركه. ما دام في حركه يبقى نقول في حركه، ليه نخبي؟ ريكوست ال 11 في اوبر 6 كيلو ب 57 او ب 56. ده كده الريكوست ال 11 في اوبر. الدنيا النهارده ماشيه شويه، الدنيا يعني في الاسعار مش قويه قوي في اوبر، الاسعار مش قويه. انا بقول لك اهو الاسعار مش قويه بس مش وحشه،
وفي حركه عكس الايام اللي فاتت، بامانه ربنا عكس الايام اللي فاتت. فاخبط لايك وكمل معايا الفيديو للاخر. طبعا يا جماعه رجعنا للريكوست ال 12 في اوبر. الريكوست ده كان بيرن في ديدي ب 30 جنيه، هو والله نفس الريكوست ونفس المسافه، كان بيرن هو كان بيرن في ديدي ب 30 جنيه. ما رضيتش اخده، جيت احط له 50 جنيه. ديدي قال لي ايه اخرك، مش عارف 42 جنيه، قال لي اخرك 42 جنيه. قمت مكبر دماغي، والله العظيم كنت مكبر دماغي. لقيته رن لي على اوبر ب 50. ريكوست على ديدي 2 كيلو ب 50 جنيه، عموله زيرو. انا بقى هو في شغل على فكره ديدي النهارده حرق اسعار والله العظيم. بس مشكلته اللي هو مثبت الكيلو ب 5 جنيه، مثبت الكيلو للعميل ب 5 جنيه، يعني عليه شغل بس مثبت الكيلو ب 5 جنيه. انا بقى اختار المشاوير الايه الحلوه، غير كده ما باخدش بصراحه. هرجع لك تاني. ريكوست ال 13 في اوبر 2 كيلو 700 متر، يعني قلت 3 كيلو 43 جنيه. ده كده ريكوست ال 13 في اوبر. هوصله وارجع. دلوقتي الساعه كام؟ الساعه 12 ل 10. انا كده بدور على اي حاجه تنزلني يعني. لقيت حاجه حلوه انزل بيها، ما لقيتش اديني شغال مشاوير صغيره، مفيش اي مشكله. هوصل الريكوست ده وارجع لك تاني. ريكوست على اوبر، ريكوست ال 13 ولا كام؟ ريكوست ال 14 على اوبر، كيلو مش عارف، كيلو متر و100 متر تقريبا، 43 جنيه. لحد ما حاجه تنزلني، انا كده عند ال 5 ايه، لحد ما حاجه تنزلني. هو واقف اهو ماشي. طب يا جماعه كده الريكوست ال 16 في اوبر 4 كيلو ب 60 جنيه. 4 كيلو ب 60. كل ده مش لاقي حاجه حلوه تنزلني تحت. انا عايز انزل بصراحه، عشان لو الدنيا قفلت عليا في التجمع كده انزل فاضي، فحرام. انا مش عايز اقفل اليوم قفله وحشه. فباذن الله اوصل ده، وباذن الله الاقي حاجه تنزلني باذن الله. يعني انا في الفايف ايه. طب يا جماعه انا لسه داخل كايرو دلوقتي الساعه 1:05. الحمد لله انا لحقت ادخل من البوابه اصلا وما قفلتش. فانا عملت وجهه بصراحه الجيزه. فبص الدنيا اصلا فاضيه. فجالي ريكوست 25 كيلو ب 160 جنيه. حلو، مش مهم 160 حلو. العميل بيكلمني. الو، السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. تمام الحمد لله. لا والله انت بره، انا دخلت جوه. ماشي خلاص هطلع لك بره. ما فيش اي مشكله. ماشي يا باشا، مع السلامه. بص حتى العميل عارف ان ما فيش دخول دلوقتي الساعه 1. انا دخلت يا ابني. انا غير، انا برنس، انا بخش اي بوابه. انا غير. العميل طلع بره بيقول انا طلعت لك بره عند الصناعه، عشان عارف ان هم مش هيدخلوه. مش هيدخلوا مين يا عم؟ مش هيدخلوا مين يا؟ انا اسمي كابتن عمرو يا عم، انا بهزر. طب يا جماعه معايا ريكوست كام؟ انا مبقتش عارف اعد. الحمد لله. ريكوست 18 في اوبر. هو راح الجيزه. انا دلوقتي في المانيال. 7 كيلو تقريبا ب 62 جنيه. انا خدته يعني هو قريب من البيت، مفيش بكيلو ولا حاجه، عشان قلت اخده. انا كنت هروح فاضي والله. بس الحمد لله طول ما الدنيا ماشيه الواحد مبسوط وشغال والدنيا تمام والله. ده باذن الله اخر ريكوست واروح، مش هجي لك تاني والله. اخر ريكوست. طب يا جماعه الحمد لله كده يومنا خلص. الفلوج الجميل خلص. طبعا الريكوست بتاع المانيال دوت بقى خدته ورحت للعميل. استنيته يا دوب نص دقيقه كده من العميل مكنسل، نزل لي 23 جنيه ولا 24 جنيه تقريبا. يعني ما خدتش انا كده الريكوست ده. تمام كده يومنا خلص. كان يوم جميل جدا، كان يوم فيه شغل، كان يوم حلو جدا. بس كان اكتر برنامج عليه شغل هو برنامج ديدي، بس كان مثبت سعر الكيلو ل 5 جنيه. كده انا النهارده اشتغلت الحمد لله، اللهم لك الحمد وهذا من فضل ربي يعني. اوبر 1875، ديدي 185، اندرايفر 50 جنيه، توتال 2100 وحاجه، 2110. هذا من فضل ربي. ده يعني مش انا مش نازل الخط نزلت انا هنزل اجيب. لا، هي الدنيا مشيت النهارده. الناس قبضت، ناس كتير قوي النهارده قبضت. فالعجله دارت، العجله مشيت، المكنه جابت قماش.
ده مش كلام انا بس النهارده، ده كلام ناس كتير قوي النهارده مكلماني وقالت لي فعلا ان الدنيا حلوه النهارده وفي خير وفي رزق والدنيا جميله بسم الله ما شاء الله، عكس الكام يوم اللي فاتوا اللي الدنيا كانت مريحه فيه. فده كان يومنا النهارده، وده كان المبلغ اللي احنا عملناه النهارده الحمد لله. طبعا انتوا عايزين تعرفوا انا عملت كام كيلو واشتغلت كام ساعه. طب بالظبط انا فاتح الابليكيشن 10 ساعات. الشتاء لازم تزود في عدد الساعات في الشتاء بالذات. كام كيلو؟ 182 كيلو. 182 كيلو انا ماشي منهم، قول 185 كيلو، هو 182 قول 185 كيلو، ماشي منهم 17 كيلو ولا 16 كيلو لما نزلت من التجمع الاول لحد التجمع الثالث عشان اطلع اكل. يعني انا حاسب لك كمان دول فيهم في ال 185. يعني انت لو شلت ال 15 كيلو من 185 ادي شيل 5 شيل 10، يعني المفروض انا مصفي 170 كيلو. 170 كيلو. فانت عايز تحسبها على 185 احسبها، عايز تحسبها على 170 احسبها. ده كان يوم النهارده. فلو يومي عجبك هتدعمني بلايك واشتراك وتذكر الله وتصلي على النبي. ولو حابب ان احنا نكمل في المحتوى الجميل دوت، انا كده كده هكمل يعني، فانت براحتك، انا نصحتك وانت براحتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.